السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، معكم قناة مطبخ فوزية. نتمنى تكونوا ديما بخير وعلى خير. في هذا الفيديو غادي نتقاسم معكم أول تجربة لقيت لما أفغاني اللي هما يا فطائر أفغانية، فكيجيو مورقين ومقرمشين فالشكل ديالهم على شكل السفنج المغربي، ولكن أن هادو تيجيو مورقين ومني تيبردو تيبقاو محافظين على القرمشة ديالهم وتيجيو مورقين ورطبين من الداخل والقرمشه من برا كيف كتشوفوا مني فتحتها. فكنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، فإلا عجبكم ما تبخلوش عليا بجيم، ولا كنتو كتشاهدوا القناه ديالي لاول مره فحتى نتوما حبيباتي ما تنساوش تعملوا اشتراك وتضغطوا على الجرس باش تكونوا نتوما الاولين كتوصلوا بكل ما هو جديد. بارطاجيو مع الاهل والاصدقاء وندوزوا المكونات وطريقه التحضير، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه. بالنسبه للمكونات فكنحتاجو 350 غرام ديال الدقيق، فانايا غربلته. عندي ملعقه كبيره سكر خاشن، عندي خميره فوريه استعملت نصف ملعقه كبيره، وعندي ملح، بيضه كامله، هنا 2 ملاعق ديال الزيت نباتيه، ملعقه ديال ماء الزهر، وعندي 200 مليلتر حليب دافئ. فالمكونات مضبوطه غادي تلقاوها دائما في صندوق الوصف. ندوزو لطريقه التحضير على بركه الله. بالنسبه لطريقه التحضير فخديت الخميره الفوريه، زدت عليها سكر خاشن وغادي نزيد شويه ديال الحليب غير باش تذوب ليا، فما غاديش نخليها حتى تفاعل لانه ما عنديش الوقت. من بعد خديت بول عملت فيه الدقيق كيف كتشوفوا في الصورة، زدت بيضة وغادي نزيد الخميرة اللي خلطتها مع السكر. الملح غنخليه حتى الاخير ما نديروش مع الخميرة. زدت ماء الزهر، الزيت حتى هو غادي نخليه حتى الاخير، وكنبدا كنجمع في الخليط بالحليب كيف كتشوفوا على هذا الشكل هذا. في الاخير غادي نزيد الملح مني كنخلط واحد شوي، وكنكمل حتى كنجمع العجينه بالحليب. في هذا الوقت هذا زدت الزيت وغادي نخلط، فكنحصل على خليط بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا. فما دلكتوش بزاف، غير واحد شويه يعني باش يتجمع الخليط. عملته في بول اللي عجنت فيه، غادي نغطيه بلاستيك غذائي ونخليه حتى يتضاعف الحجم ديالو. فدابا كاين البرد خليته تقريبا اكثر من ساعه خدا ليا. هنا غادي نخويه من الهواء على الشكل اللي كتشوفوا، وغادي ناخد قليل من الدقيق وكنقطع كويرات يكونوا بحجم متساوي. فانا هنايا عبرتهم خرجوا لي 7 تقريبا، فيهم 92 غرام في الكويره. فيمكن لكم الا درتوا نتوما كميه كثيره يعني ضاعفتوا الكميه غادي يمكن لكم تخرجوا حتى 16 كويره. يعني هاد الكميه انايا خرجات ليا درت منها 7، تقدروا انكم ديروا 8 باش يجيكم يعني مورق بزاف. فهنا خليتهم ارتاحوا، غطيتهم بلاستيك غذائي وخليتهم حتى ارتاحوا باش تسهل عليا انني نسرحهم. وهنا خديت المدلك ودائما كنعاون بالدقيق، فراه مازال ما ارتاحوش مزيان. قد ما ارتاحوا يعني ارتاحت العجينه كنعرفوها كنا، قد ما كانت العجينه مرتاحه بزاف فكتطلق بسهوله. فقد ما طلقتوهم وورقتوهم مزيان قد ما كتحصلوا على نتيجه مزيانه مورقه رقيق. دائما كتعاونوا بالدقيق وكتسرحوا. فغادي نستمر حتى نورقها مزيان. من بعد خديت 125 غرام ديال الزبده. فهنا انايا خديت يعني الزبده اللي كناكلو ماشي لا مارغرين
باش يجي المذاق لذيذ. وغادي ندهن سطح العمل اللي غادي يهز ليا هاد الورقه ديال العجينه، وغادي نحطها فوق هذيك الزبده البلاصه اللي دهنت فيها في هذا الوقت هذا. فكيلصق هذاك العجينه يعني كتلصق. كنعاودوا اننا نبقاو تنورقوا فيها بالشكل اللي كتشوفوا، يعني تنجروا من الجناب باش تزيد انها ترقاق اكثر. من بعد غادي ندهنها بالزبده كيف كتشوفوا. فدابا كاين البرد، الزبده داغي كتبرد، الا بردات لكم فكتعاودوا تذوبوها. فكدهنوا مزيان بالزبده باش يجيكم الفيطاج باين مني تقليوهم. من بعد كناخذ كويره اخرى وغادي نسرحها بنفس الطريقه. دائما كنعاونوا بالدقيق وكنغطيو الكويرات الاخرين، تنغطيوهم دائما بالبلاستيك باش ما تكونش لينا هذيك القشره الفوق. فكيف قلت لكم كنبقاو دائما نعاونوا بالدقيق وكنسرحوا. فتيبغيو شويه ديال الخاطر لانهم يعني خاصنا نورقوا كويره بكويره، ولكن صدقوني فجاو لذاذ بزاف. الذوق ديالي انا عجبوني. فمن بعد كنلويو ديك العجينه على المدلك كيف كتشوفوا، وكنحطوها فوق من الورقه الاولى اللي عملنا. ومهما كنحطوها يعني فوق منها فحنت عاملين الزبده كتلصق على هذيك الورقه. وكنبداو حنا في هذاك الوقت كنجبدو باش نقادو الورقه الاولى الورقه الثانيه عفوا مع الاولى كيف كتشوفوا في الصوره. نتمنى يكون واضح كل شيء ليكم. كنجر كيف كتشوفوا، كنحاول انني منها تنورق اكثر وتنقاد على الشكل اللي كتشوفوا، وكنثبت بيديا. فالصوره راه شارحه كل شيء. وغادي ندهن بالزبده كيف كتشوفوا. فكندهنوها مزيان بالزبده وكنستمر على هاد الطريقه هذه حتى كنكملوا كل شيء. فكانت هذه كل مره كنعملوا وحده وكندهنوا عفوا بالزبده دايبه، وكنقادو دائما تنقادو الجناب. فهذه هي اخر ورقه. فباش نوضح لكم الفكره مزيان، فدائما مني كتثبتوها الا ثبتوها من الفوق كيف عملت في هذه الاولى كتجيكم سهله. وقد ما خليتو يعني العجينه ارتاحت مزيان فقد ما انه كتسهل عليكم الخدمه. وكنقادو دائما كنجبدو العجينه باش نقادو مع الجناب الاخرين وكياخدو يعني فورمه وحده. فباش يجينا التوريق مقاد في الاخير كنعاودو ندهنو بالزبده
فهنا خدات ليا 125 غرام قد. من بعد فهنا تنبداو نقطعو. فهنا انا كنعبر غير بهادي. نتوما يمكن لكم تاخدوا اي حاجه، وكنقطعو بالجراره تاع البيتزا اولا بموس، فعلى حساب الموجود. فهنا انا صايبت وحده، يعني بما ان اول مره حتى انا كنصايبهم، فانا تقاسمت معاكم اول تجربه، يعني اول مره انا كنصايبهم. فصايبت يعني وحده، فهمت الطريقه مزيان كيفاش. عاده غادي نوريكم. فكنلويوها على يدينا، كناخدو طرف ديال العجينه كنلويوه على صباعنا كيف شفتوا في الصوره، ومن بعد كنبداو تنجبدو في الفوق، كنجبدوه مزيان باش كيزيد يترقق. العجينه كتزيد انها ترقق وتورق مزيان. كنقلبوها وكنبداو نعملو نفس الشيء مع الطرف الاخر، ومن بعد حتى هو كنلويوه، كنجيبوه مقاد مع الطرف اللي كان الاول، وكنبقاو نثبتو على الشكل اللي كتشوفوا بالصباع ديالنا. وفي نفس الوقت العجينه كتزيد انها كتورق، كترقاق يعني. وغادي نحطهم. فنعاود معاكم وحده اخرى. فهنا انا حنت عامله الزبده، فإلا عملتو نتوما الزيت في الاول ما غاديش تلقاو هذا المشكل، ولكن الا عملتو الزيت فكنظن ان العجينه غادي تبقى تبعكم، ما غاديش تثبت ليكم. يعني بالزبده العجينه كتثبت هذيك الورقه، وكتبقاو انكم تجبدوها كيف بغيتو. فكتعاونوا بشي حاجه وكتهزوها كيف شفتوا كيف هزيتها. فهنا دورت عاود بيدي نفس الشيء. نخليكم مع الصوره، راه هي شارحه كل شيء. كتبقاو دايرين وكتجبدوا. هنا غادي نستمر حتى نكمل هذوك الجوج اللي بقاو عندي. فكنغطيهم بلاستيك غذائي، نخليهم يرتاحوا واحد شويه 5 دقائق. كنعمل الزيت يسخن، فخاص الزيت يكون عندكم سخون، وخاص يكون الزيت يعني مغطي الفطيره ديالكم. فهنا انا خديت هذه المقله، عفوا يعني طنجره فاش عملت الزيت، وكان الزيت عندي قليل. فمن بعد غادي نحولها لانني لقيت مشكل ما غاديش تحمر ليا مزيان، فخدات اللون شويه غامق. العافيه او النار تتكون نار متوسطه، لان عندنا العجينه مورقه، فخاص تكون نار متوسطه باش يطيبوا لكم مزيان. وهنا غادي نعمل ثانيه ملي فهمت يعني الطريقه ديال الطهي، فحولت الزيت في الطنجره صغيره، لان عندي كميه قليله ما بغيتش انني نزيد الزيت تماكينه وغادي غير يبقى ليا. فحولت في هذه الطنجره هذه الزيت، هذا الزيت اللي كان في ديك الطنجره الاولى عملته في هذه. كيف كتشوفوا هنا راه مغطي الفطيره، مغطيه بالزيت. وكتبقاو انكم تتهزوا
ملعقه بحال الشكل ديال الشفنج، وتنخويو ومره مره تنحركها بهذا الشكل هذا اللي كتشوفوا باش هذاك التوراق حتى هو يعني يتورق ويبان. فالصوره موضحه كل شيء. فكتعرفوا ان اول تجربه الواحد ما كيكونش فاهم الحاجه مزيان، وانا تقاسمت معاكم يعني التجربه ديالتي. كنتمنى نكون وصلت الفكره، ونتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. نعاود نأكد النار تكون نار متوسطه باش يطيبوا لكم مزيان، لان كيف شفتوا يعني راه كاين التوريق. وهنا من بعد فقلبتها على الوجه الاخر باش غير تاخذ واحد شويه تاع اللون، وكانت على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا التوريق. فصدقوني جاو رائعين، فجاو مذاق رائع ومقرمشين. فانا كنخليها حتى تسقطر مزيان من الزيت، وكنعملها فوق كاغط اللي كيشرب الزيت، اولا تعملوها فوق شي شبكه باش تسقطر. ولكن ما جاوش انهم شاربين يعني الزيت. كيف كان ملي كيكون عندنا الشفنج فكنلقاوه شويه مزيت، هادو صراحه ما جاش فيهم يعني الزيت مزيتين، ما كتحسيش بهم بانهم راهم مزيتين. وملي كيبردوا تيبقاو محافظين على ديك القرمشه ديالهم. فهذه ثاني وحده. كنبقاو اننا تنخويو بالملعقه الفوق باش تيتنفخوا تيتورقوا. فانا هنا حمرتهم شويه بزاف، عزيز عليا شويه يكونوا محمرين. فاللون تيبقى على حسابكم، تقدروا انكم يعني تحيدوهم قبل ما يتحمروا ياخذوا هذا اللون هذا. فكيبقى دائما الاختيار على حساب كل من هو واحد كيفاش تيبغي هذاك اللون. وهنا هذه حتى هي طابت، فغادي نحيدها. كيف كتشوفوا التوريق كيفاش كيجيو. وغادي نستمر حتى نكمل الفطائر كلهم اللي عندي. فمن بعد ما كملتهم هنا غادي نغبرهم بالسكر الثقيل كيف كتشوفوا. فتقدروا انكم تغبروهم بالسكر الثقيل وتعاودوا تعملوا فوق منهم اما اللوز ولا كاوكاو. فكيبقى التزيين دائما على حساب كل من هو واحد. وهنا نفتح لكم باش تشوفوا كيفاش كيجي هذاك التوريق توراق لداخل، وكيفاش كيجيو لداخل. فكيجيو على هذا الشكل هذا. كانت هذه هي الوصفه ديالنا. كنتمنى ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. فكانت تجربتي الاولى لهاد الفطائر،
وعجباتني، ويعني كنت زعما راضيه بالنتيجه. نتمنى انكم تجربوهم حتى نتوما وينالوا الاعجاب ديالكم، فما تبخلوش عليا بجيم فضلا وليس امرا للتشجيع. ولا كنتو كتشاهدوا القناه لاول مره فما تنساوش حبيباتي تعملوا اشتراك وتضغطوا على الجرس باش تكونوا نتوما الاولين كتوصلوا بكل ما هو جديد. بارطاجيو مع الاهل والاصدقاء. وما بقى لي الا نودعكم، كنشكركم دائما على حسن المتابعه. دمتم في رعايه الله وحفظه، والى فيديو قادم ان شاء الله.